السلام عليكم، معكم خديجة من قناة سكر وزعفران. اليوم جبت لكم واحد الوصفة، هي وصفة غداء اللي جمعت فيها ما بين الطبخ المغربي والطبخ المشرقي اللي غنشوفوه الآن حالا، وكتكون من اللحم والخضار المرافقة له. وإن شاء الله نبدأ على بركة الله، توكلنا على الله. هنايا خدينا اللحم تاخدي القياس اللي بغيتي على حسب أفراد الأسرة ديالك. غتاخدي معاهم التوابل اللي هي 3 مكونات: الملح والقزبور اليابس أو الكزبرة الناشفة والكمون. بالنسبه لي انا الكمون كنجيبو حبوب وكنطحنوه في وقت الاستعمال، كيحافظ على الريحه ديالته، معروفه هذه. المهم كنتبل اللحم ديالي كلها وتنخليه باش كنحاول باش كل طرف ديال اللحم يوصل له التوابل نتاعو. كندير كل طبقه لوحدها، من بعد تنخلط الكل وتنخليه يتبل لمده مثلا ساعه ساعتين. ديريها في الصباح قبل ما تبداي الشغل ديالك ان شاء الله باذن الله، او ديريها بالليل ما كان حتى شي مشكل. كل ما اللحم تشربات كل ما كانت اروع واروع واروع. كناخذوا هاد اللحم ديالنا بعد ما تلحد وكنحطوها في الجميله او ما يسمى طنجره الضغط، وتنحطوها فيه وكنخليوها بس شوي مع ملعقتين كبار ديال زبده او سمنه على حسب الموجود عندك. كتغطي عليها وتتخليها تشحر شوي. في نفس الوقت انا قطعت البنجر اللي هو البربه وحطيتها كتسلق، وعلى الجنب الثاني كاين اللوبيا مقطعه قطع على قد الصباع ديالك، اللوبيا الخضراء، وخليتهم يتسلقوا. من بعد ما تشحرت شويه اللحم حطيت عليها الماء المغلي ويكون على فوق المستوى ديال اللحم باش تستوى على مهلها. ما تنساوش اننا غنحطوا بس الماده الدهنيه اللي هي الزبده او السمنه، وغادي نطفوا عليه ونخليوها لما تنشف. غادي تطلق ديك السمنه، غتطلق الدهنيات ديالها مع الدهن ديال اللحم وغتحمر فيها وغادي مذاقها رائع. خليها على جانب وروحي صوبي لك الطبق الثاني اللي كتكون من الفلفل. كنقطعو قطع وكنديرو في الزيت، والباذنجان حطيته قبل بساعه في قشرته قطعته حطيت عليه ملح وخليته في مصفى. نزل كاع الميه ديالو باش ملي نجي نحطو في الزيت ما يتشربش. هاد الطريقه معروفه عند الشرقيين اللي كيستعملوا هاد الوصفه ديال المسقعه اللي كتكون من الباذنجان ومن الفلفل المقليين، او ممكن تحطيهم في الفرن كذلك. وكنصوبوا معاهم كنوجدوا نجهزوا الطماطم المبشوره العاديه، مثلا 4 طماطميات 5، وكتحط معاهم ملعقه كبيره تاع الطماطم المعلبه، وتحط معاهم كذلك الكمون، عفوا الكمون والفلفل الاسود، و2 رؤوس من الثوم. وكتحطيهم حتى كتسبك وتتقل الطماطم. نضيفوا ليها الباذنجان والفلفل المقليين وتنحطوهم على جنب. انا هنايا حاولت ما امكن ما نكثرش الطماطم المعلبه، درت بس ملعقه صغيره. انت لك اللي خصيها ديري اكثر. المهم ملي لما تسبكت وتوجدت لي تجهزت لي الوصفه، حطيتها على الطاجين، عفوا حطيتها في الطاجين وحطيت الطاجين في الفرن باش يبقى ليا سخن، وحطيته على نار مهيله كيبقى محافظ على الحراره بتاعته الى ان نحطه في تقديم الاكل. ممكن انت تسويه في الطاجين من الاول، لكن الاختيار في ذلك. المهم حطيته في الطاجين وخليته على جنب. هذه زياده ما كنديروهاش حنا في المغرب مع اللحم، بس انا عملتها كزياده لانها حطيت معها الرز، لان اهل البيت ما كياكلوش لي الخبز مع هذه، كيفضلوا الرز، فانا سويتها بهذه الطريقه. المهم هذه غترافق مع الرز بالشعريه. بعدين غادي نتجهوا ليه. الخضار اللي حنا اسلقنا ضفت انا، ما غنوريكم غادي نشرح لكم فقط خضره واحده، وانتم غتمشيو على جميع الخضر باش ما نكثرش عليكم في الفيديو. عندنا السمنه او الزبده في الطاسه. انا سويت اللي قبل، بس انا نخليكم اخر حاجه البطاطس هي هذه. انا نشرح لكم طريقه تاع تحضيرها. البطاطس المسلوقه على جنب. غنحطوا زبده في الطاسه، نحطوا معها ملعقه كزبره وبقدونس، عارفوا ملعقه بقدونس، ملعقه ثوم وكمون، ونحطوا عليه البطاطس المسلوقه مقطعه قطع صغيره. وحاولوا البطاطس ما تتسلقش كتير باش ما تعجنش لكم في السلطه. من الاحسن تكون شويه ماسكه نفسها. من بعد كنخليوها هكا حتى لما تشرب كل التوابل اللي عندنا. ومن بعد كنضيفوا ليها 2 المعالق كبار ديال الخل وتخليها على جنب تشرب التوابل بتاعها. نفس الطريقه عملناها في البازيلا، نفس الطريقه عملناها في اللوبيا، نفس الطريقه عملناها في البنجر، نفس الطريقه عملناها في الجزر.
الجزر لك الاختيار تقطعيه قطع شرائح طويلة أو تقطعيه دوائر، لك الاختيار في ذلك. أنا الطريقة ديال تقطيع الخضر لك الاختيار في ذلك. بالنسبة للطاسة حطيت فيها سمنة وحطيت عليها الشعرية، ها هي تحمرت بهذه الطريقة هذه، كتعطي واحد اللون وواحد الجمالية وواحد المذاق مع الرز. والرز عندنا رز بسمتي منقوع من ساعة أو ساعة ونص، وصفيته وأضفته على الشعرية ونخليه. هاد الطريقة معروفة عند الشرقيين، هاد الطريقة يا ريت تجربوها. حنا المغاربة ما تنديوش هاد الطريقة هذه، فيا ريت تجربوها لأن فعلا تجي رائعة رائعة رائعة. بالنسبة للمشرقيين هما تيخلطوا هاد الرز مع الشعرية، تخلطي معاها وتخلي حتى الرز يتشرب السمنة ديال الشعرية وتخليه على جنب. تضيفي عليه عفوا تضيفي عليه أنا بضيف كإضافة ليا بضيف الملح والفلفل الأسود من البداية، كتعطي واحد المذاق رائع. خصوصا الفلفل الاسود من البدايه كيعطي واحد المذاق حلو. ما كنضيفش له ولا حبهان، انا ما كياكلوش عندي في البيت. ممكن تضيفي حبهان، ممكن تضيفي قرنفل، انا في البيت ما بيحبوش هذه الاضافات، فكنخليه سامبل عادي. يعني نضيف له الماء المغلي مغلي، نحط نضيف له الماء المغلي اكثر من مقياس الرز اللي عندي كما كتلاحظوا. من بعد صافي كنقفل عليه نخليه حتى يغلي مزيان، ونقفل عليه ونقصلو نخليه شمعة وتخليه على جنب. الآن وصلنا لنهاية الوصفة. هاهي اللحم اللي تحمرات في الطنجرة وفرشت ليها الخس، عندي خيار وطماطم وخس في الطبق هذا. والخضر اللي عملناها هي البطاطس والجزر واللوبيا والبنجر، وهنايا الابيض هذا الكرنب قطعته اطراف. الطاجين ديالنا ديال المسقعه موجود. الرز للاسف ما صورتوش، وهذا عصير جريب فروت. اتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره كتشتركوا، وتعليق ولايك. شكرا لكم.